حطي بقى كوباية رز على عدس وتعالي هنعمل أكلة بجد الكل هيتجنن عليها. سمي بالله وصلي على الرسول. وفي الأول كده معايا كوباية ونص كبار من الرز وكوباية كبيرة من العدس، ركنتهم كده على جنب. وبعد كده جبت حبيتين من الجزر غسلتهم وقشرتهم وابتديت ان انا ابشر بالمبشرة كده عادي، عايزاهم بشر خشن مش ناعم. هخلص بقى الجزر ونركنه على جنب وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد كده بقى معايا بصلايه كده متوسطه، هبتدي ان انا اقطعها مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعها وبعد كده هنعمل حته اكله كل اللي هياكلها هيسالك انت عاملاها ازاي، وكمان الولاد بيحبوها قوي. بس بقى لو انت لسه مكمله معايا لحد هنا يا ريت تصلي على النبي وتعملي شير على صفحتك علشان تلاقي الوصفه في اي وقت تبقي محتاجاها، وخدي جوله كده في الصفحه هتلاقي عليها وصفات كتير هتستفادي منها. هنا خلاص قطعنا البصلايه بالشكل ده كده، هنبتدي بقى ان احنا نحطها في طبق ونروح نجيب البوتاجاز. بعد كده بقى حطينا على النار حله، حطينا معلقه زيت ومعلقه سمنه، وبعد كده نزلنا بالبصله. هنبتدي بقى ان احنا نشوحها زي ما انتي شايفه كده. هنشوحها يا دوبك بس لونها يدبل شويه، انا مش عايزاها تاخد لون. بعد كده هنزل عليها بالجزر اللي بشرناه ونديهم بقى تقليبه حلوه قوي زي ما انتي شايفه كده. الطريقه سهله وبسيطه. اسيبلك بقى تطبيق مجاني بجيب كل الافكار دي من عليه، هتلاقيه في اول تعليق تحت الفيديو، عليه وصفات اكلات وحلويات ومشروبات. اول مره بتحمليه بنت وبعد كده بيبقى موجود معاكي على طول. هنا بقى خدت الرز والعدس بتاعي غسلتهم كويس جدا، وبعد كده نزلت بيهم على البصل والجزر زي ما انتي شايفه كده. هبتدي بقى ان انا اشوحهم حلو تشويحه محترمه، يبقى مفلفل كده علشان ما يبقاش معجن. خدي وقتك بقى في التشويح ما تستعجليش يعني. بعد كده على طول هنزل بمعلقه كبيره من الملح، كمان هنزل بكمون ومعلقه من الكركم ومعلقه من بودره اللي هي مرقه الدجاج البودر. بعد كده هنقلبهم، لو مش عايزه تحطي مرقه ما تحطيش براحتك. هنقلبهم بقى كويس قوي لحد ما احس ان الرز بتاعي اتفلفل تماما بالعدس كده وبقى مفلفل وخطير. بعد بقى ما فلفلناه كده حلو هننزل بقى بالميه، يا دوبك الميه هتغطي الرز بالعدس زي ما انت شايفه كده. في ناس كتير بتعمله من غير الجزر، بس جربيه بالجزر هيبقى طعمه احلى، والجزر ما بيبانش فيه اصلا، لما بيستوي بيتهري ما بيبانش فيه خالص. خلاص كده العقد بتاعي مظبوط. هبتدي بقى ازود حبه ميه كمان زي ما انت شايفه. بنزود الميه ازيد من الرز بعقله صباع. اول ما بيغلي كده ويبتدي يتشرب بنوطي عليه النار ونسيبه لحد ما يستوي زي ما انت شايفه كده. بجد اكله سهله وبسيطه. اعملي جنبها بيض بقى مسلوق وشويه سلطه، تبقى خطيره ووجبه حلوه ومشبعه وكمان بسيطه ومش مكلفه. تنسيش تعملي لايك وشير.